فيه كذلك جواز التكنية للمرأة. المرأة الكنية ليست خاصة بالرجال، ليست خاصة بالرجال، بل هي سنة هذه من السنن المهجورة. الآباء الآن لا يكنون أبناءهم، والسنة أن نكني أبناءنا ذكورا كانوا أو إناثا. يعني هذا فيه إشارة على أن للجد اختيار اسم الحفيد. معنى إذا كنيت ابنك مثلا بأبي محمد كأنك أشرت على ابنك أن يسمي ابنه محمد، صح ولا لا؟ أو كنيت ابنتك بأم عائشة كأنك أشرت عليها بتسمية ابنتها بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهكذا. وهذا فيه خير، يعني إذا سار الأبناء على خطى الآباء. أما إن اعوجوا وانحرفوا فسيتركون لك عائشة إلى غيرها، إلى ريم وأخواتها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية.